في شركات كتير بتصنعها، ولكن انا افضل يا اما توتال يا اما انكو. الشركتين دول بتعمل دباسات كويسه جدا. في نفس الوقت الدباسه دي بتشغل لك 3 انواع من الدبابيس، سعرها مش مكلف، هعرفهولك برضو في الفيديو. وفي نفس الوقت استخداماتها كتير وهتسهل عليك حاجات كتير لو انت كنت مبتدئ. وفي نفس الوقت هعرفكم على انواع الدبابيس اللي بتشتغل عليها. فخبط على اللايك بشكل حلو وتعالى. طبعا بيجي لك مع الدباسه كميه قليله من انواع الدبابيس اللي انت ممكن تجرب بيها. منها دبابيس ومنها مسامير، هي حتى هنا في مسمار اهو 1 سنتي. طبعا دي كميه قليله، ولكن علشان خاطر تجرب بيها الدباسه، وبعد كده انت تقدر تشتري بقى كل نوع من الدبابيس لوحده. طبعا الدباسه هنا جايه من شركه انكو. الشركه محترمه، والدباسه دي قويه وجربتها قبل كده وعمليه جدا. وتحت هتلاقي مكتوب على الدرج بتاع الدبابيس انواع الدبابيس اللي انت ممكن تستخدمها على الدباسه. فهنفتحها كده ونشوف قوتها عامله ازاي. مقاسات الدباسة هتلاقيها هنا من 4 مللي لحد 14 مللي. وبالنسبة لنوعية الدبوس ده معاك من 10 إلى 12 مليمتر. وكمان اللي بيميز الدباسة دي عن غيرها إنها كمان بتشغل لك مسامير، مش يعني مسمار الهواء، مش دبابيس بس. وهنا المسمار بيبتدي معاك من 10 مللي لحد 14 مللي طول، فده في حد ذاته كويس. أما الميزة الرابعة وهي المفتاح ده، وده طبعا بيتحكم في قوة الضربة او قوة ضربة الدبوس. فبالتالي بتقدر تتحكم في عمق الدبوس على الخشب او على الابلكاش. عايز تغطسه قد ايه، عايزه على وش الابلكاش او وش الخشب، او عايزه غاطس شوية. وعلى حسب طول المسمار او طول الدبوس انت بتحدد قوة الضربة بتاعتك. الحاجة الاخيرة اللي لازم اعرفها لك ان الدرج بتاع الدبابيس بيفتح من هنا زقه لجوه وارفع لفوق وطالع معاك. ودي وسيله مهمه جدا طبعا، تختلف عن بعض الدباسات التانية اللي الدرج بتاعها بيفتح سحب او جرار، بتشده لبره بيفتح معاك. حتى الدرج ده كمان بيتفتح بس برضه بطريقه مختلفه عن غيرها من الدباسات، هي انك بتسحب البنز ده لبره، تسحبه لبره سنه وبترفع الدرج بتاعك بيتفتح معاك. ولقينا الدبوس ده اللي جاي معاها بارتفاع 10 مللي، وده الدبوس او المسمار اللي احنا بنشتغل بيه بكمبروسر الهواء. فهل الدباسة اليدوي دي هتقدر تشغل المسمار 1.5 سنتي ولا مش هتقدر تشغل غير الدبوس اللي هو 1 سنتي فقط اللي جاي معاها؟ هنشوف هل هي تقدر تشغله ولا لا. مبدئيا كده هتلاقي الدباسة ديت 3 انواع من الدبابيس بيشتغلوا عليها. منها الدبوس العادي، ومنها المسمار الهواء اللي هو مديلك العلامة بتاعته حرف تي، ومنها الدبوس اللي عامل زي حرف اليو المقلوب دوت، اللي المفروض هو ده. وده في حالة لو انت عايز تدبس على حبل او سلك، فهو ما بيبقاش غاطس في الخشب لحد الاخر. وده طبعا اللي هو الاولاني اللي بيقول لك يبدأ ممكن تستخدم دبوس من 4 مللي لحد 14. ما يقصدش هنا العرض بتاع الدبوس اللي هو ده، ما يقصدش العرض، ولكن هو يقصد الارتفاع اللي هو العمق اللي بينزل في الخشب. فبالتالي ده هنا بادئ معانا من 8 مللي، عمق 8 مللي، في عمق 10 وفي عمق 13. فهي دي المقاسات اللي هو بيديها لك. اما بالنسبة للمسامير، فهو بيقول لك ممكن تستخدم المسمار اللي هو بيديهولك هنا على شكل حرف تي ده. بيقول لك ابتدي معاك من 10 ل 14، من 10 الى 14. هو جايب لك في العلبة 10 ملي بارتفاع مسمار هواء. طبعا دول مجموعة مسامير لازقة في بعضيها، فهو مديهم لك بارتفاع 10 ملي فقط عشان تجرب بيها. ولكن انا عندي في الورشة بستخدم دبابيس احيانا للحلاية اللي هي ارتفاع 15 ملي او سنتي ونص، هتلاقيها اقل منها اهي. فدي بارتفاع سنتي ودي بارتفاع سنتي ونص. طبعا ما جربتهاش قبل كده على دباسة زي دي، ولكن هجربها لكم دلوقتي علشان نعرف قوة الدباسة هتقدر تسمر 1.5 ولا لأ. يبقى كده ده اخر الدبوس اللي انتوا شايفينه ده.
زي ما قلنا لو عايز تحبس على حاجة سلك او حبل فهو هيمسكهولك. طيب نطلع ده ونجرب الدبوس العدل اهو. نجربه مثلا في ايه، في قطعتين خشب ونشوفه هيمسكهم في بعض. تاني اهو في النص اهي عشان تبقى واضحة. واليمة التانية اهما اتنين مش تلاتة كمان، وهنشوف هنلاقيها اهي مسكتهم في بعض. وفي نفس الوقت انت بتحدد ارتفاع الدبوس علشان لو انت بتعمل حاجة زي كده ما يعديش الناحية التانية. وكده يبقى فاضل عندنا نجرب المسمار، ولا نجرب لكم كمان الدبوس الرفيع ونشوف الدبوس الرفيع بيشتغل عليه هو كمان ولا لا. ده الدبوس التخين يبقى تخانة الدبوس حوالي زي 1 ملي، اما الدبوس الرفيع ده بيبقى حوالي زي بتاع نص ملي يعني اقل. هنركبه برضو ونشوفه. هو من جهة الركوب فهو هيركب اهو مكانه اهو، هيركب عادي ما عندوش مشكلة، ولكن الاهم هو ان هو يشتغل. هنيجي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ضرب واحد طلع اتنين مع بعض بالنسبة للدبوس الرفيع، وده مش كويس طبعا، مش مع كل ضربة هيحصل كده. وهنجرب تاني عشان نشوف ده من اول مرة ولا لأ. نجرب كمان تجربة، طلع دبوس واحد بس. نجرب كمان تجربة ولا التاني طالع اهوت بس مستخبي، موجود اهو، خرج وهيزنق في الدباسة اهو وقع لوحده. طيب تاني كمان مرة برضو طلع اتنين. يبقى كده احنا استفدنا ان الدباسة دي بتاعت انكو ما ينفعش تشغل عليها دبابيس رفيعة. طبعا كنت استخدمت الدبابيس الرفيعة ديت في دباسة تانية غير دي، كنت عملت لكم عليها مراجعة قبل كده، اللي انا عملت منها فانوس رمضان اللي فات، وللي ما شافوش هسيبهولك في الوصف، وهسيب لك كمان فيديو الدباسة كمان في الوصف. كنت بستخدم الدبابيس الرفيعة وكانت شغالة كويس جدا. واصبح عندنا المعتمد هو الدبوس التخين، ويمكن هو افضل كمان بالنسبة لي انا، كمان محبب ليا، لان هو ده الاساس اللي انا شغال بيه في دباسة الهواء بتاعة الكمبروسر اللي موجودة عندي في الورشة. وكده يبقى فاضل عندنا بقى الحاجة المهمة والاساسية اللي مخلياني حابب استخدم الدباسة دي، هي المسامير. هل هي هتضرب الواحد ولا الواحد ونص؟ ودي اهم حاجة انا ممكن اجيبها علشانها. تخلي راسه لفوق والسن بتاعه لتحت، وهي دي عدلة الدباسة. يا اما بتحطه على اليمين يا على الشمال، ما بيتحطش في النص استحالة، لازم يبقى يا على اليمين يا على الشمال. ولو عندك دباسة ما فيهاش الشريحتين دول اللي مزنوقين دول يبقى ما فيهاش استخدام مسامير. لو الدباسة اللي عندك ما عليهاش حرف تي ده يبقى ما بتشغلش مسامير، لازم تبص عليها من تحت. حتى لو عايز تشتري دباسة لازم تبص على الاعدادات بتاعتها او الكتابة اللي عليها فيها حرف التي ده يبقى بتشغل مسامير، ساعتها تقدر تشتريها لو انت حابب انك تستخدم ضرب المسامير. والافضل ادام هتجيب دباسة ما تجيبهاش دبابيس فقط، هاتها دبابيس وتضرب مسامير في نفس الوقت، هتحتاجها في حاجات كتير. طبعا لو لسه ما عملتش لايك للفيديو يا ريت تعمل لايك، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في التعليقات علشان ده بيساعد الفيديو على انه ينتشر. وهنقفل عليه بالكباس ده ايا كان بقى اسمه ايه. احنا كده حطينا الدبوس المسمار بتاعنا على يمين الدباسة، يبقى بالتالي انت تنتظر المسمار يطلع لك من هنا من المنطقة ده اهي،
من المنطقة دي بالظبط كده، مش في النص، مش هيطلع لك في النص، هيطلع لك في المنطقة دي. لو انت حطيته على اليمين هيطلع لك من هنا، ولو حطيته في الشمال هيطلع لك من هنا. فكده احنا ايه استنى بس كده نفك دول عشان العصاية دي متبقاش طويلة معانا كده على الفاضي. اهي نركن بقى واحدة. يبقى كده احنا لو علمنا علام كده مثلا وعايزين المسمار بتاعنا على العلام، يبقى هنخلي العلام بتاعنا اهو، وادي المكان اللي هنحط فيه الدباسة بالظبط علشان المسمار يجي على الخط بالظبط اهو كده اهو. واضرب، ادي المسمار بتاعنا اهوت. والضربة التانية ديت اللي هي العلامة التانية بتاعت الدباسة، بتاعت شاكوش الدباسة. هو شاكوش الدباسة بيضرب من ناحيتين سواء في مسمار او مفيش، فهم الجزء كله بيطلع مع بعضه. فضرب لنا المسمار بتاعنا اهو، يعني جنب العلام بالظبط. وده في حد ذاته نتيجة كويسة. ولو عايزين نتأكد اكتر طبعا هنضربه في الجنب برضو علام تاني اهو، ونشوفه هيبان طبعا مفيش حاجة هنا اهي. فالمسمار هيعدي من الناحية التانية اقل حاجة ولو بواحد ملي حتى اهو. المسمار برضو ضرب، وادي الناحية التانية هو طلع من الناحية التانية، يعني معناها المسمار الواحد سنتي طلع، الواحد سنتي طلع من الخشب. طب الواحد ونص بقى، وده المهم عندي، هل الواحد ونص هو كمان هيشتغل عليها؟ اللي انا بستخدمه في شغل الموبيليا، في الحدايا، في تجليد الابلكاش، وفي نفس الوقت العلبة منه بتبقى اوفر بكتير من الحاجات الصغيرة الخاصة بالدباسات اللي زي دي. العلبة منه سواء منه او من الدبابيس التخينة، العلبة كاملة ممكن تكون اوفر بكتير من العلب الصغيرة اللي هي خاصة بالدباسات اليدوي. فهنجرب ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه هنا على الشمال، هو مبدئيا كده بيعدي. فاحنا اللي يهمنا مش هنا، احنا اللي يهمنا لو حابب تجرب بقى حاجة زي كده هتجربها في الفتحة الأمامية. هل ده هيعدي من هنا؟ اهو عدى من هنا، هو ده المهم. ادام عدى من هنا يبقى ده هيشتغل. بس فاضل عندنا حاجة واحدة، وهي هل قوة الدباسة كفيلة انها تضرب الواحد ونص ولا لا؟ ده اللي هنجربه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الدبابيس على يمين الدباسة اهي، نحطها على اليمين ونقفل عليها الكباس ده. لو حد يعرف اسم تاني افضل من كده يقول لي عليه في التعليقات. اهو شد خط تاني هنا ونشتغل عليه. ضرب المسمار، وهنا احنا ممكن زي ما قلنا بنزود الضربة من هنا عشان تبقى قوية. وهنجرب تاني برضو، نقول هنا مثلا الحتة دي، تعالي اهي اهو المسمار ضرب ومساوي برضو على الخشبة. دي حاجة كويسة طبعا، ممتاز جدا. متخيلتش طبعا انه هيضرب الواحد ونص. طيب عايزين نشوف المسمار وهو طالع من الناحية التانية اهو. هنضرب ايه تحت شوية. عندنا واحد مدوق اللي هو الواحد سنتي اهو، يدوبك مبزبز من الناحية التانية. هنضرب التاني تحته بشوية ونشوفه هيعدي قد ايه. اهو تهيألي ده ممتاز جدا جدا. طبعا دباسة زي دي تستحق انك تدفع فيها فلوس. الماتيريال بتاعتها كويسة، الخامة بتاعتها المصنعة منها ممتازة، محدش اشتكى منها، بتستحمل، بتعيش معاك فترة. وفي نفس الوقت هي على الأقل ضربت الواحد ونص مرتاح جدا، ودي ميزة كويسة جدا طبعا فيها. تمنها كام الدباسة دي؟
تمنها جديدة النهاردة وقت تصوير الفيديو عاملة 240 جنيه. لو حد فيكم عنده سعر تاني للدباسة دي يعرفني عليه، ومش هنسى افكرك بالاشتراك والجرس. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي سؤال او اي ملاحظة اكتبها لي في التعليقات علشان اطور من نفسي. كان معكم ويتشرف بكم دائما نجاركم ابو مسلم.